تفيقي معايا، واش يصحاب لك باللي الوقت اللي عندك دابا ديما غيبقى عندك ولا الانرجي اللي عندك ديما غتبقى عندك؟ شحال من مرة ضيعتي نهار كامل غير باش ترضي شي ناس اللي اصلا ما عمرهم غادي ترضيهم؟ ولا شحال من مرة ضيعتي الطاقة ديالك على شي حوايج ما رجعت عليك حتى شي فائدة؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست سكون. الحقيقة اللي قاصحة هي أن حياتنا كتسرب منا بكل هدوء، ماشي في الأحداث الكبيرة ولا في الأيام الطويلة، ولكن في التفاصيل الصغيرة اللي كتستهلكك كل نهار. خليني نقولها ليك وبكل هدوء، الطاقة ديالك محدودة، ماشي غير وقتك، ماشي غير العمر ديالك اللي كينقص، حتى المشاعر، حتى التركيز والصبر، كلها أشياء كتنقص بشوية بشوية، والرصيد اللي عندك اليوم ما غيكونش عندك غدا. بحال واحد البطارية كتفيق في الصباح كتلقاها عامرة، ولكن مع كل نقاش فارغ، مع كل قلق، مع كل تفكير زائد كتنقص، حتى كتوصل الليل وكتلقاها خاوية. فكرة أن البطارية كتملأ بالنعاس بصح كتكون، ولكن راه ماشي ديما غادي تبقى النعاس غيبقى يشارجيك، حيت الصبر ديالك والتركيز ديالك الا كنتي اليوم كتركز مزيان راه غدا مع الكبر، مع المشاكل، مع الحياة بصفة عامة، التركيز ديالك في واحد لاج واحد اخر غادي ينقص. المشكل ماشي في العيا ولا كيفاش تشغل ديك البطارية ولا تمليها من جديد، المشكل هو ان فين كتمشي هاد الطاقة، علاش كتضيعها في علاقات مؤقتة، ناس سلبيين، تفكير زائد في امور ما عندها حتى شي قيمة، وفي الاخير كيبقى غير البقايا منك وكتسول راسك علاش ما بقيتش كنحس بالحياة، علاش الحياة ولات دايرة بحال هكا. الحقيقة العميقة هي أن ماشي الحياة اللي ولات قاصحة، انت اللي وليتي كتعطي الطاقة ديالك في أماكن خاطئة. كاينة واحد الفكرة معروفة في علم النفس كتقول باللي أن الإنسان عنده رصيد يومي من الطاقة الذهنية، بحال التلفون فاش كنشوفو الفوق على اليسار ولا على اليمين كتلقى الشكل ديال البطارية. مش حال هذه كانت البطارية الشكل ديالها كيكون اللون ديالها كيكون في الأخضر، ملي كتكون عامرة كيكون أخضر، كتوصل 30 25 على ما أعتقد كتولي برتقالية، ملي كتوصل 15 كتولي حمرا. دابا في الأيام ديالنا ما بقاش هاد الألوان ولا غير الكري. عاودة، هاد التجربة داروها على الناس كياخدوا قرارات. عاودة، إذن بحال ديك البطارية اللي كتكون في التليفون الفوق، حتى انت عندك طاقة ذهنية. داروا واحد التجربة على ناس كياخدوا قرارات مهمة، الخدمة ديالهم هما داروا واحد التجربة على ناس كيخدموا في مجال خاصهم ياخدوا قرارات مهمة بحال القضاة، لقاو باللي القاضي كيعطي أحسن القرارات في الصباح، ومن بعد مع العيا كيبدا يختار الأسهل ماشي الأفضل. علاش؟ حيت الطاقة ديالو نقصات. ونفس الشي كيوقع لينا، كنكونوا مركزين في الصباح قادر تغير حياتك كلها، ولكن في العشية كتلقى راسك غير كتهرب من الواقع. بعيدا كل البعد على أنك واش انت شخص صباحي ولا شخص مسائي، ولكن أغلب الناس وأغلب القرارات اللي كتكون زوينة وتحفيزية وكتزيد بك القدام كناخدوها في الصباح. ولا مثلا فاش حتى كان اننا مثلا فاش كنبغيو نبداو واحد روتين جديد كنقولوا غدا في الصباح، حيت في الصباح كتكون الشميشه، كيكون عقلك اصلا مبرمج انك يفيق يدير حوايج اكتيفيتيز، ماشي يبقى جالس. اما من ناحيه العلاقات، كاينين الناس في الحياه ديالك بحال شي ثقوب في القارب، هما بصح صغارين ما باينينش، ولكن مع الوقت كيغرقوك. وكاينه واحد القاعده اللي كتبقى صادمه، هي ان ماشي اي واحد كتبغيه خاصك تبقى معاه، حيت الحب بلا راحه كيولي استنزاف. دابا نجيو للاهم، الا كانت عندك غير طاقه محدوده فين خاصك تحطها؟ الا خديتي واحد الخطوه انك كل نهار في الصباح منين تفيق ايماجيني انك انت عندك داك البطاريه الخضراء في الصباح ديالك، فما غيجي فين يجي الليل حتى غتولي عندك حمرة، يعني محدودة الناحية ديال الكمية ديالها
كنوليو خايفين عليها أكتر. داكشي علاش المثل المغربي عندنا كيقول لك دايرة ليه فحال الماء القليل، بمعنى أنني خايفة على داك البيبي ديالها بحال شي ما قليل في الصحراء، إلا مشى داك الماء حتى ضاع عليها ودارتو فشي حاجة ضايعة، يعني ما غاديش تستثمرها ولا ما غاديش تعود عليها بالنفع، راه صافي، راه صحراء ما عندهاش منين تجيب الماء. داكشي علاش الطاقة ديالك دير ليها فحال الماء القليل، عرف فين تحطها وفين تستثمرها. حط طاقتك في نفسك، في صحتك، في راحة بالك، في الحوايج اللي كتكبرك ماشي كتنقصك. واخا يبان لك باللي كاينه شويه د الانانيه حيت قلت لك نفسك، صحتك، راحة بالك، الحوايج اللي كتكبرك، ولكن هذا راه اختيار واعي. واخا تبعد على الناس، هذا راه كيتعتبر انقاذ للروح ديالك. واخا تقول لا، لا، هذا راه احترام لنفسك. خلي عندك قانون بسيط، اي حاجه كتنقص منك اكثر مما كتعطيك ما تستاهلش طاقتك. ومني كنقول لك هذه ماشي انانيه، حيت انا باقا عاقله مزيان على هاد النصيحه، ما عقلتش شكون اللي عطاها ليا بالضبط ولا فوقاش، ولكن عاقله عليها بالحذافير ديالها. ملئي الكوب ديالك، عاد هاديك الساعة شوفي الأكواب ديال الناس الآخرين، حيت بكل بساطة إلا الكوب ديالك خاوي ما غاديش تعرفي تعمري الأكواب ديال الناس الآخرين. بصح حنا راه خاصنا نعمروا الأكواب ديال الناس الآخرين اللي هما والدينا، خوتنا، صحابنا اللي كنبغيو، الناس اللي عزازين علينا بصح. داكشي علاش الا ما اهتميتيش بنفسك وبصحتك وبالراحة ديال البال ديالك ما غاديش تعرف تعاون هاد الناس الآخرين. وفي الأخير دلل نفسك وعيش حياتك غير بشوية وبكل هدوء، وخلي قلبك خفيف، حيت العمر ما كيتعاودش. سكون ما بين الصمت والتنهد.